الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بتاع العيد. ضحية ان شاء الله. مش هنحتاج اكتر من كيلو دقيق ورشة ملح ورشة سكر ومية للعجن، ولا اكثر ولا اقل. بس احنا هندوب الملح هنا شوية في المية عشان ما يعملش كلاكيع قبل ما ناخد الدقيق. ندوب الملح. عملت ايه؟ انا حطيت كيلو الا ربع دقيق عشان خاطر ده هنبطط بيه، عشان الرواق ده نصه تبطيط، والتبطيط بياخد دقيق كتير، والكيلو ده هيطلع لك كميه بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بالميه. الميه ملهاش مقدار، على حسب العجينه بتكون لابسه شويه. وادي معلقه السكر عشان ايه؟ تطريها معاك وانت بتبططيها ما تعبكيش. نعمل كده مع بعض شويه ميه بشويه ميه. مش بياخد معاك وقت خالص، ما تخبزيه على البوتاجاز مش هاخد منك ثواني. بص يا حبايبي كده العجينه لمت معايا اهي. انا بنعمل ايه بقى؟ انا بنبل دي كده بس بالميه، مش بنحط لها ميه كده عشان نعمل لها عرق. بص يا حبايبي كده خلاص تقريبا كده خلصنا اهو. العجينه بس معاك عايزه 10 دقايق عجن عشان خاطر هي ما فيهاش لا زيت هتلم معاك بسرعه ولا سمن. هي لا اكثر من ميه ودقيق وحبه ملح وحبه سكر. عشان حبه الدقيق دولت كده شايلاهم ايه كده بس عشان نلمها. بس خلاص اهي بقت زي الفل. اهي يلا بص يا حبايبي كده اللي داخل كده ايه. بص حجم الرقاقه على حسب الصينيه اللي عندك. الصينيه اللي انت عايزاها كبري صغري براحتك انت. هتكون اكبر من الارضيه بتاعت الطبق ده شويه كده لما تتفرد الرقاق ان شاء الله. كلنا مش مقدرة اهي 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 اهي. نعمل لكم كمان واحده ونسيبكم ونخلص الكميه ونرجع لكم. اهي اهي. اعمليها بهجه كده، يعني منها كده كوريها كده اهي. نخلص بقى كل الكميه ونرجع لكم. بسم الله ما شاء الله خلصت الكميه كلها اهي. بص بسم الله ما شاء الله من كيلو الا ربع دقيق، او ما كملش كمان كيلو الا ربع. انا هنكمل بقيه الكيلو تبطيط. بسم الله ما شاء الله. هغطيه كده بقى ايه حبه حلوين كده بتاع نص ساعه عشان العجينه دي لازم ترتاح عشان ما تتعبناش في التبطيط بس. ونلتقي بعد ما ترفع ان شاء الله. يلا يا حبايبي بص بينا بقى مع بعض كده هنفرد الرقاق اللي احنا عملناه. طبعا هو بياخد كميه دقيق كتيره لا باس بها. ادي اول واحده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب النشابه بقى البتاعه ديت اللي بتعرفي تشتغلي بيه اشتغلي بيه. نخلط مع بعض كده. نعملها كده بالعرض.
بصي بقى ترهفي على قد ما تقدري عشان بصي ترهفي الرقاق على قد ما تقدري عشان ما تطلعش ايه، اما تخبزيها ما تنفخش معاكي. بصي وتك على الطول. بصي كده خلاص. معاكي نشابه ممكن تشتغل بقى احسن من كده، تفردي كده وتفردي كده، بس انا عشان ما عنديش انا هعمل بقى بدايه كده، اكبرها بقى كده ورفعها اكتر. اوريكم الحلاوه بتاعتي دي بقى. هنيجي هنا اهو في الحته دي كده، هنيجي فرشه جديد اهو كده اهو، عشان مش هنخبز واحده بواحده، انا هخلصهم كلهم وبعدين نخبز مره واحده. نجيب شويه دي كده بقى حلوين، شويه نشا بقى صغنطوطين خلاص كده اهو، عشان النشا بيبقى عازل بين الرقاق والتانيه. واعمل كده بس، حطي عليها بقى 20 30 40، مش هتلزق ولا تتقصر. نفرد كده واحده مع بعض اهي. طول ما بتجيب معاكي انت بتفردي افردي اهي. بس احنا مش هنخليها يعني ازاز مسافه ما تحطها في الشوربه تتكسر، لا اهي حلوه كده 100 100 اهي. على اختها، ايه رايكم في الحلاوه؟ شويه دقيق كده حلوين. شويه نشا على الطروف كده، عشان لو واحده اكبر من واحده ما تلزقش في التانية. تمام كده. واحده كمان اهي حبايب قلبي. وصلت كده عشان تخلصي بسرعه لو عايزه تنجزي برضو. قد ايه حلوين كده اللي عليها اهي. نعمل اتنين مع بعض. معاكي في الانجاز اهي. طلعنا اتنين في نفس المستوى، يا دوب خطتين تلاقوها خلصت. تقلبها يمين وشمال عادي، مش شرط تعملها على ناحية واحدة. تحس ان التانية عايزة دي ضيقها على طول. بس زي الفل كده. ديت اللي ما بيعرفش يعملها كأنك مراها بالنشابة لغاية ما ترهق معاك على الآخر، ولو اتقطعت مش مشكلة، لو اتخرمت خرمة كده ولا بتاع مفيش أي مشاكل. ايه رأيكم في الحلاوة دي بقى؟ شوية دي برضو كده على السريع اهيتي، مع شوية النشا. ودي نفس الحكاية، هنخلص الكمية كلها ونرجع لكم في الآخر. يلا حبايبي بصوا كده مع بعض اهي. هنخبز الرقاق على البوتاجاز اهو، صينية زي دي او اللي عندك او صاجة او اي حاجة اهي. طلعت كبيرة عن الصينية دي، نعملها حتة حتة بس كده حبايبي اهي. نشفت اهي، تنك وراها بس لما يا دوب تاخد لون.
تنقط كده بس. معايا في الصينيه اهي، اهي هتاخد لون اهي، اهي عند الحواف اهي، خدت اللون اهي عند الحواف بقى اهي، عشان ما يبقاش في حته طريه وحته ناشفه اهي، اهي ما شاء الله عليها. خلاص كده اهي، نحطها هنا وناخد دي. كان معايا منديل شايفين اللون ده اهي، دي الحته اللي ما خدتش اللون ده اهي. ده دقيق، تمسحيه كل ما تحطي واحده تمسحي الدقيق ده. بصي اهي، نخلص الكميه كلها ونرجع لكم. بص انا خبزت نص الكميه على البوتاجاز، وهنخبز نص التاني في الفرن الغازه. بص شايفه الحلاوه، نفس اللي حصل على البوتاجاز هو اللي حصل في الفرن اهي، ما شاء الله عليها. مش عايزين اكتر من كده، هي مع الهوا بقى ايه بتنشف. عندك كده المخرمه كده كده، حتى لو خاطر لو صينيه صغيره او كبيره هتعملي هتحطها وتعملي وصله بيها. ماشي شكلهم حلو جميل كده. طيب بصوا ايه رايكم في الرقاق بتاعي بذمتكم ودينكم ده من كيلو دقيق، بسم الله ما شاء الله. يعمل لك بصي 4 ثواني، مش 2 ولا 3 4، عشان كل صينيه بكتير هتاخدوا 5 و5. بصوا دول قد ايه كيلو دقيق بس، مفيش غيره بالتفصيل بتاعه. يلا بقى على شويه ميه وشويه دقيق. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي او عجبتكم طريقه او عجبتكم طريقتي، لو عجبتكم طريقتي في الرقاق الناشف، او عجبتكم وصفتي، او جربتوا الوصفه بتاعتي، او جبت شويه ميه ودقيق وشويه حبه ملح صغيرين وعملت الوصفه دي، مش هتخسروا اي حاجه. متنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وشير، وارجوكم فيديو اخر ان شاء الله.